تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالكرمة من وضع حد لعصابة أحياء تزرع الرعب بين أوساط المواطنين وتقوم بالسطو على ممتلكاتهم على مستوى حي الأمير عبد القادر بلدية سيد شحمي. وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومة الأمنية تم تشكيل دورية والانتقال إلى عين المكان أين تم محاصرة أفراد العصابة وتوقيفهم. أسفرت هذه العملية عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 33 سنة ينحدرون من ولاية وهران، مبحوث عنهم من طرف العدالة، أين تم حجز مركبة سياحية نوع سيات، مبلغ مالي قدره 11,000 دينار جزائري، أسلحة بيضاء وبندقية صيد بحري، بالإضافة إلى أقراص مهلوسة وهواتف نقالة. تم تقديم المتورطين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السينيا حول جناية تكوين جمعية أشرار والتحطيم العمدي لملك الغير، تكوين عصابة أحياء، حيازة أسلحة بيضاء من صنف السادس، حيازة أقراص مهلوسة.